جحيم ينتظر محمد وهبي داخل المنتخب المغربي، وتشافي يكشف المستور. مفاجأة في برشلونة، خطة لإعادة عبد الصمد الزلزولي تشعل الجدل. بعد لامين يامال، إسبانيا تخطف موهبة مغربية جديدة تثير الغضب. أرقام صادمة، ارتفاع القيمة التسويقية لنجوم المغرب في إنجلترا، ولاعب يخيب الأمال. متابعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. استنتاجات وتحليلات حصرية. وإذا أعجبك هذا المحتوى فرجاء لا تبخل علينا بلايك والاشتراك في القناة، وذلك لدعمنا على تقديم المزيد، وشكرا. وسنفتتح الحلقة بما كشفه تشافي هرنانديز في حوار صحفي بخصوص المنتخب المغربي والكواليس التي رافقت مفاوضاته مع الجامعة المغربية، قبل أن نصل إلى الرعب أو الجحيم الذي ينتظر محمد وهبي في أولى خطواته مع المنتخب المغربي. تشافي، وعلى عكس ما أعلنه السيد فوزي لقجع في المؤتمر الصحفي الذي رافق تعيين السيد محمد وهبي، حيث أعلن السيد فوزي لقجع بأن الجامعة المغربية عملت بثبات من أجل تعيين مدرب محلي، ولكن تشافي فاجأ رئيس الجامعة المغربية وأكد بأنه كانت هناك مفاوضات بينه وبين المنتخب المغربي. الإعلام الإسباني سبق وأن أعلن بأن تشافي لا يحبذ فكرة العمل في مشروع ما من المنتصف، كما نرى حاليا المنتخب المغربي حيث وصل مشروعه إلى النهاية، والآن ينتظر فقط نتائج إيجابية ورائعة في بطولة كأس العالم. تشافي أعلن أيضا بأنه يرحب بفكرة منتخب وطني، ويسعى مستقبلا إلى خوض استحقاق في بطولة كأس العالم أو كأس أوروبا، وذكر أيضا كأس أفريقيا، ما يعني بأنه يعمل من أجل تدريب المنتخب المغربي مستقبلا. وهذا ما جعل الجامعة المغربية وكذلك السيد محمد وهبي لا يفصحان على العقد الذي يربط المنتخب بالناخب الوطني. أكيد كعشاق للمنتخب المغربي نتساءل باستغراب لماذا نفى السيد فوزي لقجع في مؤتمر صحفي مفاوضته مع مدرب أجنبي، بينما تشافي كشف المستور، وسبقه كذلك المدرب الأرجنتيني سامبولي حين أعلن بأنها أوامر عليا جعلته خارج حسابات المنتخب المغربي. أكيد بهذه التصريحات وهذه الكواليس اتضحت الصورة للشارع الرياضي المغربي، إما تحقيق نتائج إيجابية ومبهرة في نهائية كأس العالم بأمريكا، وإلا سيكون مصيره الإقالة والانفصال. أكيد بهذا المقترح سيعيش ضغوطات مرعبة في هذا الاستحقاق. والأرعب من كل هذا، وقد سميته في بداية الفيديو بالجحيم، هو ترميم العلاقات وإصلاحها داخل المنتخب المغربي، حيث تعيش المجموعة على صفيح ساخن، علاقات متوترة بين اللاعبين، اتهام من هنا وهناك. نعم، هذه حقيقة لا شك في ذلك. صحيح، الناخب الوطني السابق السيد وليد الركراكي ترك منتخبا مرعبا على المستوى الفني، لكنه تركه أيضا مليء بالعلاقات المتوترة. وفي هذا الصدد سأشارك مع متابعينا الأعزاء أمثلة حية على العلاقات المنهارة بين لاعبي الأسود. أولا، إذا تذكرتم معي المشاحنة التي كانت بين نجم ريال مدريد إبراهيم دياز مع جناح رايو فاليكانو إلياس أخوماش، ثم تلتها مشاحنة أخرى بين عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش. وفي هذه الأسابيع خرج القائد السابق رومان غانم سايس بتصريحات تهجم فيها على إبراهيم دياز، وأكد بأنه أضاع حلم 40 مليون مغربي، هذا دون نسيان الحالة النفسية التي يعيشها معظم المحترفين المغاربة، بدءا بأشرف حكيمي مرورا بإبراهيم دياز ثم إسماعيل السيباري، ونفس الأمر عاشه بلال الخنوس. فنتمنى من محمد وهبي أن يعمل على العامل النفسي ويجمع هذه المجموعة كي تصبح كالعائلة كما كانت سابقا. وأعتقد الآن بأن الركراكي كان محقا حين صرح بأن هذه المجموعة تحتاج إلى دماء جديدة ومدرب جديد يقودها بعد النكسة الإفريقية. وهنا سأترك سؤالا مفتوحا لمتابعينا الكرام، هل يا ترى سينجح محمد وهبي في هذه المهمة الصعبة؟ لأنه على المستوى التكتيكي والتقني لا جدال أن المدرب يملك أفكار جيدة وتجارب مهمة. ومن المعركة التي سيخوضها محمد وهبي مع المنتخب المغربي سأنتقل بكم إلى المعركة التي ستكون حول عبد الصمد الزلزولي في الميركاتو المقبل.
تحدثنا سابقا عن مجموعة من الحيثيات تخص الجناح المغربي، إذ أكدنا أن النادي البيتيسي ينتظر صفقة من العيار الثقيل في الصيف المقبل، بحيث يسعون إلى إحداث أكبر صفقة في تاريخهم، وهذا حق مشروع لأنهم أوصلوا الزلزولي إلى ذروة مستواه، يعيش فترة استثنائية مع الفريق الأندلسي، تطور بشكل ملحوظ على مستوى الإحصائيات، وأكيد اهتمام الأندية الأوروبية بخدماته بدأ منذ أسابيع قليلة. لكن كما تعلمون الزلزولي ترعرع وتكون في مدرسة لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، وبعد مغادرته النادي اشترط النادي الكتالوني 20% في أي صفقة مستقبلية. بمعنى آخر، إذا تم بيع عبد الصمد الزلزولي ب50 مليون يورو فإن 10 ملايين ستذهب لخزائن البارسا. ولكن على عكس هذه المداخل فاجأتنا صحيفة ماركا، إذ أكدت بأن النادي الكتالوني يدرس إمكانيات استقدام أو استرجاع الزلزولي من جديد لقلعة الكامب نو، وذلك للاعتبارات التالية. كما تعلمون متابعينا الكرام، البارسا استقدم الجناح الإنجليزي في الصيف الماضي بنظام الإعارة، وقد اشترطت عليهم إدارة المانيو دفع 30 مليون يورو، إذ أرادوا التعاقد معه بصفة نهائية. ومن وجهة نظري المتواضعة، الإنجليزي لم يقدم ذلك المستوى الذي يستحق عليه دفع هذه القيمة، وهذا ما زكته صحيفة ماركا، إذ أكدت أن الجناح المغربي هو خيار لتعويض رحيله. ولكن كي لا ننسى، عندما خرج من البارسا لم يخرج هكذا وفقط، بل كان يشترط أن يلعب بانتظام، وكان يرى نفسه أساسيا، وهذا لم يكن متاحا آنذاك مع البارسا. ومع التطور الذي وصل إليه أكيد سيشترط الآن المشاركة كلاعب أساسي، وبالتالي من وجهة نظر المتواضعة أرى بأن الزلزولي من المستبعد جدا أن ينتقل للبارسا مجددا، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقدم مستوى عالمي وأسطوري في نهائيات كأس العالم. ونبقى مع الإعلام الإسباني والمغاربة، إذ أكدوا أن الجامعة المغربية لكرة القدم تسعى جاهدة لإقناع الموهبة تياغو بيتارش بحمل قميص أسود الأطلس. هناك بعض المتابعين يقولون بأن هذا اللاعب لا ينتمي للمغرب، على العكس تماما، بل أجداده من الحسيمة، إنه مغربي الأصل. صحيح والدته إسبانية، لكنه يملك حق الاختيار بين المنتخب الإسباني والمنتخب المغربي. وكي لا أخفي عليكم متابعينا الكرام، كنت أنمي النفس أن يمثل هذا الموهوب المنتخب المغربي، لأنه فعل ما لم يفعله أحد في نادي ريال مدريد. كما تعلمون ظهور موهبة ما في نادي برشلونة هو أسهل من الظهور في النادي الملكي، لأن ريال مدريد يعتمدون كثيرا على اللاعب الذي وصل إلى قمة مستواه، لكن بيتارش فند هذه الأطروحة بحيث يشارك حاليا بانتظام مع المدرب ألفارو أربيلوا، وأكثر من هذا أثار إعجاب جل المشجعين، ويرونه مناسبا لأسلوب النادي الملكي، ويقولون بأنه لا غنى عنه في تشكيلة الفريق، حيث منح لهم توازنا كان مفقودا قبل أن يشارك. لكن مع كامل الأسف، وكما أعلن الإعلام الإسباني على خطى لامين يامال، الموهبة المغربية تتجه لاختيار إسبانيا. وحتى وإن مثل لاروخا فهذا يؤكد مدى الموهبة التي يتمتع بها اللاعب المغربي. ومن إبداع بيتارش نستنتج ملاحظة أساسية: إن عمل المسؤولون عن تحسين وضعية التكوين داخل المغرب فسيكون لنا ما لا يعد ولا يحصى من المواهب. ونحن نتحدث عن المواهب. شهد التحديث الجديد لمنصة ترانسفير ماركت المختصة في القيمة التسويقية للاعبين ارتفاع قيمة المواهب المغربية في البطولات الإنجليزية، بدءا بشمس الدين الطلبي صاحب 20 ربيعا، إذ وصلت قيمته التسويقية ل25 مليون يورو مع نادي ساندرلاند، رغم أن اللاعب لم تتح له الفرصة للتألق مع المنتخب المغربي، إلا أنه أبلى البلاء الحسن في البطولات الإنجليزية، وهذا ما يعكس هذا الارتفاع على قيمته التسويقية. اللاعب الثاني هو عثمان معمة الذي يلعب في بطولة تشامبيونشيب، صاحب 20 عاما، انتقلت قيمته التسويقية ل5 ملايين يورو، وأكيد مرشح للارتفاع أكثر فأكثر، خاصة إذا التحق بالمنتخب المغربي وقدم أداء جيدا في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. اللاعب المغربي الآخر الذي ارتفعت قيمته التسويقية هو عمران لوزة، لا شك ما يقدمه مع نادي واتفورد برفقة عثمان معمة يثير الانتباه. في سن 26
يظهر مدى نضجه، وأكيد ارتفاع قيمته التسويقية لتصل ل 14 ملايين يورو قد تضاعف من فرصه من أجل الالتحاق بكتيبة أسود الأطلس. في المقابل انخفضت القيمة التسويقية لنصير مزراوي لتستقر في 20 مليون يورو، رغم أنه أبدع وأقنع مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أفريقيا. وأكيد فقدان مكانته الأساسية مع نادي مانشستر يونايتد هو من جعل هذه القيمة تنخفض لتصل لهذا الحد، فيما قيمة أمين عادلي وشادي رياض استقرت فيما كانت عليه. وإلى هنا وصلنا للختام. شكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.